هذا طفل سوري شجاع يغامر لإنقاذ قطة عالقة ونقلها إلى بر الأمان. الطفل البطل الذي أنقذ قطة. في إحدى مدن تركيا الجميلة وتحديداً في مرسين كان هناك طفل سوري لاجئ يدعى علي. كان علي يبلغ من العمر 12 عاماً وقد هرب مع عائلته من ظروف الحرب القاسية في سوريا إلى مكان يأملون أن يجدوا فيه الأمان والاستقرار. رغم صغر سنه كان علي يتمتع بروح شجاعة وحنان غير عاديين. كان يقضي وقته في مساعدة أسرته والتكيف مع الحياة الجديدة، لكنه كان يحمل دائما في قلبه ذكريات بلده وأصدقائه الذين تركهم وراءه. ذات يوم أثناء تجواله في الحي سمع علي صوتا ضعيفا يأتي من الأعلى. نظر إلى السماء ليجد قطة صغيرة عالقة على عمود كهربائي مرتفع يبلغ ارتفاعه 10 أمتار. كانت القطة خائفة وتصرخ، مما جعل علي يشعر بحزن عميق. لم يتردد لحظة في اتخاذ قرار إنقاذها. تسلق علي العمود المعدني مستخدما كل قوته وشجاعته. كان قلبه ينبض بسرعة، لكنه لم يسمح للخوف بأن يتسلل إليه. في كل خطوة تذكر عائلته وأحلامه في بناء حياة أفضل في هذا البلد. عندما وصل إلى القمة أمسك بالقطة بحذر. كانت ترتجف من الخوف، لكنه تحدث إليها بلطف ليطمئنها. لا تخافي، سأعيدك إلى بر الأمان، قال علي، ثم بدأ بالزحف ببطء حاملا القطة على ظهره وهو يتجنب أي حركة قد تؤذيها. بعد 35 مترا من الزحف شعر علي بالتعب، لكن الصورة في ذهنه كانت واضحة: القطة تحتاج إليه. وعندما اقترب من الأرض قفزت القطة فجأة إلى الأسفل وهبطت بأمان. تنفس علي الصعداء وابتسم وهو يشاهد القطة تجري بعيدا. تجمعت حوله مجموعة من الأهالي الذين شهدوا هذه اللحظة البطولية. بدأوا بتصفيق له معبرين عن إعجابهم بشجاعته. لم يصدق علي ما حدث، لقد أصبح بطلاً في نظر الجميع وقد عبروا عن تقديرهم الكبير له. انتشرت هذه القصة بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بشجاعة علي. تعليقات الناس أظهرت كيف أن تصرفه لم يكن مجرد إنقاذ قطة، بل كان رمزاً للإنسانية والتعاطف في عالم مليء بالتحديات. تلقى علي العديد من الرسائل من أشخاص في مختلف أنحاء العالم يعبرون فيها عن إعجابهم بشجاعته، وتحدثت الصحف المحلية عن قصته مما جعله يشعر بالفخر. قصة علي ليست مجرد حدث عابر، بل تحمل العديد من الدروس، فهي تظهر أن الشجاعة والإيثار يمكن أن تأتي من أصغر الأشخاص، وأن الأفعال الطيبة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الآخرين. كما تظهر كيف يمكن للتعاطف والإنسانية أن يوحدوا الناس بغض النظر عن خلفياتهم. في النهاية كان علي مثالاً يحتذى به، ليس فقط كطفل سوري لاجئ، بل كإنسان يحمل في قلبه حباً وعطفاً تجاه جميع الكائنات.